أنيو تشينجو. النهاردة هعمل وصفة بسيطة وبتنفع كمان كسناك بما اننا داخلين على الصيف واوقات بنحب نتسلى او ننقنق في حاجة. وهنستخدم في الوصفة دي صوص الساميانج الحار المشهور في كوريا، وده شكله. انا لسه جديدة بالمناسبة في صناعة المحتوى، فهتلاقوا غلطات كتير وحاجات كتير ممسوحة، فمعلش استحملوني لان ده اول مقطع ليا. تعالوا نشوف الطريقة. احنا جبنا 2 بطاطس، حبة بطاطس كبيرة، قشرناهم وسلقناهم وهرسناهم. نستنى شوية لحد ما تبرد، وبعدين هنضيف بيضة ونقلب كويس. وبعدين هنحط معلقة صلصة، دي صلصة بالبصل والثوم. وبعدين هنحط دقيق بس بالتدريج. اول حاجة هنحط 3 معالق كبيرة، لو لقيناها لسه محتاجة دقيق احنا عايزينها ملمسها زي عجينة البيتزا كده. وبعدين هنحط 2 معلقة دقيق تانيين ونقلب. انا حطيت مع الدقيق معلقة ملح، ممكن تضيف بهارات لو انت عايز، بس بما اننا هنستخدم صوص السميك فنكتفي بالملح. هنقلب كله مع بعضه. وهنحتاج في الوصفة دي صوابع الموتزاريلا. هنجهز جنبنا كيس ونبدأ ندهن ايدينا زيت ونفرد البطاطس على ايدينا ونحط في النص صوابع الموتزاريلا. المقطع ده اتمسح والله وده اللي لحقت اصوره، معلش بقى. نقفل البطاطس كويس عشان الموتزاريلا ما تخرجش في الزيت واحنا بنحمرها. وبعدين هنحطها على الكيس ونحطها في الفريزر شوية. نكون مجهزين زيت غزير ونتأكد ان الزيت سخن جدا، ونبتدي نطلعها من على الكيس ونقليها. تقريبا هتاخد 3 دقايق في التحمير. ده شكلها النهائي. نحط عليها صوص الساميانج، ممكن تاكلوها في عيش، ممكن تاكلوها جنب نودلز زي ما انتوا حابين، ممكن تاكلوها كده كسناكس. وبالهنا والشفا. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. أنيو تشانجو.